في الأمس امرأة عمرها 50 سنة، واسمعني، تجلس في أحد مساجد الأسواق من الساعة 10 حتى 5، تتوضأ هنالك وتصلي هنالك وتأخذ طعامها من بيت ابنها وتأكله في مسجد الأسواق، أحد الأسواق التجارية، من 10 حتى 5، وابنها أنذاك يكون في العمل. تعلم لماذا؟ خشية أن تعكر حياة ابنها الذي يسمع لزوجته فينهر أمه، فأبت أن تجلس في بيت الله لعلها أن تبلغ الأمن. أسألكم بالله، هل سمعنا هذا في آبائنا الأولين؟ ولكننا أمة للأسف نحسن إلى أبنائنا ولا نحسن لأمهاتنا في زمن انتشر به العقوق. ومن أشراط الساعة أن لا يحسن الابن لأبيه وأمه ويدني أصحابه ويبعد أباه وأمه. من كانت أمه على قيد الحياة فليسجد لله شكرا أن الله وفقه أن رأى أمه في زمن يبعد الرجل أمه من أجل أن يرضي زوجته. لهذا تحسن إليك وأنت صغير وتزيل عنك الأذى، فلما تكبر جل فرحتها أن تراك وأنت زوجا، وأعظم من هذا أن ترى ذريتك، ثم بعد ذلك تكافئها بأن تسكن بعيدا عنها حتى لا تعكر صفو حياتك مع زوجتك. أهكذا تكرم الأم عباد الله؟